السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. هيتكلم النهاردة عن موضوع ازاي نجهز لبيض البط، ولو بطتين باضوا فوق بعض نتصرف ازاي، واحدة راقدة والتانية راحت باضت تحتها او العكس، فاحنا نعمل ايه وازاي نجهز لبطة باضت او بتبيض. هنتكلم عن كل ده النهاردة. اول حاجة البطة اللي واقفة دي احنا كنا عاملين علامات او عاملين فيديو لعلامات لا ازاي نعرف ان البطه قربت تبيض ولا لا، او انها هتبيض امتى، او قربت امتى، او فاضل لها قد ايه. كنا عاملين فيديو للكلام ده. النهارده بقى الفيديو ان البطه دي باضت بيضه ماشي، وراحت باضتها تحت البطه اللي هي دي اللي راقده هنا، يعني هي راقده هنا بس هي طالعه تاكل ماشي. اول حاجه جبت البيض بتاعها وعرفت اهن البيضه اللي خدت بيضتها من تحت البطه دي ماشي اهي، جبتها وعرفت ان هي دي البيضه اللي متبيضه جديده او بيضه صبحه. فطبعا ايه طلعتها اهي. هنعمل بقى ايه او هنتصرف ازاي في البطه دي، وازاي نبيضها في مكان تاني. اول حاجه عملت لها مكان اهو للبيض. المكان انا بحب احطهم في مكان متغطي كمان من فوق زي انا ما انا مغطيه دي، ويبقى مكان يدخلوا ويطلعوا منه. فانا عندي التقفيصه دي فانا عملتها، يعني عدلتها وحطيت لها فيها شويه قش ورشيتها شويه جير وكده يعني، وظبطتها ماشي. ورشتها كمان بلعنة الفراعنة ده او الازازة دي. الازازة دي يا جماعة جميلة للقضاء على جميع انواع الحشرات، وترش حوالين اللهبوش بقى ولا اي حاجة، وما تضرش اي طيور حتى لو زغاليل. يعني انا عندي الزغاليل هنا برش عليهم اول ما بيطلعوا، برش على البيض منها وبستعملها. لو عندي الارانب اللي عندي لو حاسة في الحر برش عليها منه، لو تمنع الجرب وكل حاجة. الازازة دي ما شاء الله عليها. المهم ان انا هحط بقى البيضة دي بعد ما عملت كل ده. البيضة دي هحطها هنا في المكان اللي انا عايزاها تبيض فيه، وهاجي بالليل. يعني انا سايبه دي فاتحه اهي تدخل وتطلع منها، اللي هي جنب البطه اللي واقفه دي. يعني هما مبدلين الاماكن هنا، يعني دي اللي راقده هنا ودي اللي انا هحطها هنا ماشي. اول حاجه عشان نحافظ على البيض والكلام ده، اول حاجه لازم ناخدهم هما والذكر، او البطه اللي هتبيض والذكر ناخدهم في مكان بعيد عن الطيور ماشي. لو قلت لكم ان دي كمان مش مستقره من يوم ما جبت البطه والذكر دول حطيتهم هنا، مش مستقره في الرقاد زي الاول، وان اول يوم لما هما جم بعد رحت حطيت له الطيور وبتاع وهي اكلت وخلصت وما لقيتهاش، راحت على بيتها، خدتها دخلتها وقفلت عليها. اللي احنا هنعمله ازاي ايه بقى وهنتصرف ازاي بعد ما جهزنا لها مكان وحطينا لها فيه القش ورشيناه بالده وحطينا جير وظبطنا لها مكانها وامناه عشان الحشرات والقرف، وظبطنا لها الدنيا وامنا لها تامين كويس زي ما انا متعوده معاكم في الصفحه اللي فاتت والصفحه دي بعمله للبط. هاخد البيضه بتاعتها دي واحطها هنا في المكان اللي انا عايزاها ترقد فيه، وهاجي بقى اقعد لي يومين او 3 كل يوم الصبح، كل يوم على العصر قبل المغرب هطلع اقفل المكان اللي دي بتطلع وبتدخل منه. يعني المكان اللي هي بتطلع وتدخل منه هطلع انا اقفله. مكان ما هي واقفه كده جنبها الفتحه دي هقفلها، بحيث ان هي الصبح تعوز تخش تبيض عند زميلتها ما تلاقيش مكان تدخل منه. هعمل لكم الكلام ده، هتشوف انا هقفله ازاي عشان تبقى التجربه عمليه. انزلي بقى اهي، يعني دي كده اهي كده اهوت اهي، جبنا سدينا اهو من فوق بطوبه وحاجه، يعني لا دي تعرف تنزل ولا التانيه تعرف تطلع ماشي. والصبح افتح عليها تاكل وتشرب، تكون دي اتعودت على مكانها، تكون التانيه اللي بضت عليها دورت على مكان بيضتها او شافت البيضه وراحت بضت فيها في المكان التاني واتعودت على مكانها،
وبعد كده هسيب المكان مفتوح. التانية هتكمل بيض ودي تكمل رقدان هنا. افتح الصبح للاكل وللشرب، اقعد لي يومين 3 على كده لما استقر واتاكد ان التانية راحت باضت في مكانها. هحط لها بقى البيضة دلوقتي مع بعض اهي. انا فردت لها القش بقى، هي هتعدله. احط لها البيض بتاعها اهو، البيضة بتاعتها احطها لها. حطيت لها بيضتها اهي، هي بقى هتعدل القش ده بتاعها وهتظبط حالها. انا لفيت البتاعة عكستها علشان الايد دي كانت ورا حايشة كده تمام اهو. هحط لها بقى من هنا حاجة تسندها بحيث ان البطة في الطلعة وفي الدخلة ما توقعهاش. هجيب حاجة اعملها معاكم واجي. حطيت لها بتاع من هنا، البطة لو وقفت ولا راحت دست عليها تبقى جامدة ما تقلبش. هنا كده هي مكانها اهو، هتدخل وتطلع. ودي فيها باب اصلا، هي دي فيها باب بتتقفل. بس انت ما عندكيش لو قفص، عندكيش الكلام ده تمام. قفص عادي خالص، وهتيجي هنا اهوت عامله شكاره مثلا، هدقه مسمارين مثلا فوق وعامله شكاره ربطها في حرف هنا وحرف هنا في القفص، بحيث ان انت تضللي ايه عليها من هنا، تبقى راقده في امان الله. تبقى راقده في امان الله. ماشي. يعني احنا قلنا البديل اهو، لو ما عندكيش حاجه زي كده دق مسمارين فوق هنا مثلا. حطيت القفص كده في المكان ده، تني دقه مسمارين هنا وجايبه شكاره ربطها في الحرف القفص من هنا ومن هنا، وحرف القفص من هنا ومن هنا، وفي المسمارين من هنا. تبقى ضللت هتدخل وتطلع بقى من الحته اللي هي دي وتبقى مكانها امن وتمام. احنا كده عملنا اهو، قفلنا هنا اهو وهنا اهو. انا هفتح بقى هنا تاني عشان البطه تدخل وتطلع براحتها، التانية تخش البيضة. بس هاجي على العصر بقى واقفل عليها، ما افتحش غير تاني يوم الصبح عشان البطه تطلع تاكل وتشرب. هقعد لي يومين على كده لحد ما دي تستقر وتبيض في مكانها، وكده نبقوا ايه تأمننا نفسنا وتمام. وعلى فكره مش اول مره يحصل الكلام ده، لان مثلا ساعات بتبقى يعني هي كانت بيضه، البطه اللي راحت بيضت في نفس المكان كانت بيضه فيه المره اللي فاتت، فهي ممكن تكون راحه عفويه يعني، مش ان هي متعوده على المكان. فخلاص كده احنا ظبطنا الدنيا وعدلنا الدنيا وكده تمام وكله تمام. ويا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسوناش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.